طبعًا إحنا هاعمل حاجة معاكم حلوة جدًا وبتدفّي في الشتا، وبنروح نشتريها غالي، لازم نروح طبعًا نشتريها من مكان كويس علشان ما يبقاش مزرنخ، والمكسرات اللي فيه أو السوداني اللي فيه ما يبقاش مزرنخ وطري. فمكون سهل جدًا وحاجاته سهلة جدًا. كل اللي أنتِ هتعمليه هتحضّريه المكونات بتاعتِك معايا زي ما أنا هاقول لِك. وهتجيبي أي برطمان عندِك نضيف مُعقّم، هتعبّيه فيه. البرطمان ده لو أنتِ جبتيه من برّه هيبقى غالي جدًا غير الأكياس الصغيرة اللي أنتِ بتجيبيها. المكونات بتاعة الكوب الحلو الجميل اللي بيدفّي في الشتا، بنشربه طبعًا في الكافيهات. الكافيهات طبعًا بيبقى غالي. إيه هو؟ السحلب. السحلب بتاعنا سهل جدًا، وبيتعمل بدقيق الرز. تمام. الرز ده الكيس ده ب40 جنيه. طبعًا ده كيلو. هيقعد معاكِ لو أنتِ هتعملي الكيس كلّه، هيقعد معاكِ مدة طويلة جدًا على حسب طبعًا استخدامِك. بس أنا هاعمل معاكم النهارده بالمعايير بتاعتي. لو أنتِ مش عايزة تجيبي دقيق الرز هتطحني في المطحنة كوبايتين رز. هتقسمي الكوبايتين دول في المطحنة، ولازم يبقى ناعم جدًا، ما يبقاش فيه حصى بتاع الرز، لازم يبقى بودر. تمام. أنا طبعًا هنعاير كل حاجة مع بعض. دقيق الرز، وده السوداني أنا ضربته طبعًا وطحنته زي ما أنتم شايفين. النشا، اللبن البودر وده لازم لبن بودر، جوز الهند، كريم شانتيه وده حاجة إضافية، لو أنتِ مش عايزاه ممكن ما تحطوش عادي خالص. والسمسم، سواء سمسم محمص أو سمسم أبيض. تمام. هنحضّر بقى المكونات مع بعض وكل حاجة بالمعايير. هنحط هنا طبعًا المعايير بتاعتنا. الكوباية دي هنعاير بيها الدقيق الرز، كوبايتين من دقيق الرز، كوبايتين من جوز الهند، وكوباية من النشا، وكوباية من الكريم شانتيه. تمام. ودي المكونات كلها. يبقى دقيق الرز والنشا والكريم شانتيه وجوز الهند والسمسم والسوداني. هتحطي كل ده في طبق واحد. تمام. وهتقلبيه، وهتكوني معقمة برطمان نعبي فيه السحلب عشان يبقى جاهز معاكي وانتي بتستخدمي. كوباية اللبن بتستخدمي معلقتين من السحلب، يعني كوباية اللبن بتاخد معلقتين من السحلب. ده بقى اللي انتي هترشيه فوق الوش. جوز هند وسوداني. لو عندك زبيب ممكن تحطي، وسمسم. تمام. ده السحلب بتاعنا البيتي جاهز، وكل كوباية لبن بتستخدمي عليها معلقتين من السحلب. بألف هنا والشفا، ويا رب يكون الطريقة سهلة وعجبتكم، وإن شاء الله تجربوها ومش هتشتروها تاني من بره.